بسم الله، اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة استمرارا لمتابعة الاحداث الجارية الان في الولايات المتحدة الامريكية، ومتابعة احداث العاصفة الكبيرة جدا اللي بتضرب الولايات المتحدة الامريكية، اللي افاد خبراء الطقس ان هي تحولت من عاصفة الى اعصار، وتم تلقيبه باسم اعصار القنبلة. إعصار القنبلة هو إعصار بيضرب الولايات المتحدة الأمريكية من أكتر من 7 أيام حتى الآن، تسبب في تزايد عدد الوفيات إلى أكتر من 80 حالة وفاة، وتسبب في شبه شلل في الحياة بشكل عام في بعض ولايات الولايات المتحدة الأمريكية. في الفيديو ده هنكمل مع بعض وهنشوف مشاهد تم تصويرها من بعض ولايات الولايات المتحدة الأمريكية، وهنشوف تجمد بحيرات بشكل تام. والجزء الثاني اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده او هنشوفه مع بعض هو بداية وصول العاصفة الى احدى الدول العربية، وتوقعات هل فعلا العاصفة دي هتطول كتير من الدول العربية ولا لا. ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو دوت، وهنشوف ايه الدولة اللي بدأ فيها سقوط الجليد بكثافة عالية جدا، وهي احدى الدول ذات الطبيعة المناخية الصحراوية، واللي بتتميز دايما بان درجات الحرارة فيها مرتفعة بتتخطى 50 درجة مئوية في الصيف. فكرة وصول ان هي او وصولها الان ان في جليد بينزل فيها وبكثافة عالية، فده مؤشر ان في تغيرات مناخية قوية جدا بتحصل في العالم. خلونا مع بعض نشوف الفيديو ده بعد كده نكمل. ودلوقتي وبعد ما شفنا كميات الجليد اللي سقطت في الشوارع وغطت الطرقات وغطت السيارات بشكل شبه تام، دلوقتي خلونا نشوف مع بعض فيديو متصور من ولاية ميشيغان. الفيديو دوت لبحيرة يطلق عليها او تسمى باسم بحيرة ايري. البحيرة ديت المفروض ان هي بحيرة عادي فيها مية، تحولت في غضون ايام الى كتلة من الجليد، اصبحت كلها عبارة عن كتلة جليد، وتجمد الماء فيها بشكل تام. خلونا نشوف مع بعض الفيديو بعد كده نكمل. طيب، ودلوقتي خلونا نتنقل من المشهد من الولايات المتحدة الأمريكية لإحدى الدول العربية اللي اتكلمنا عنها في الفيديو ده، اللي بدأ سقوط الجليد فيها بشكل كثيف جدا، وهي دولة الكويت. الكويت معروفة بطبيعتها ذات المناخ الحار جدا جدا، وبتوصل أحيانا درجات الحرارة عندهم لفوق 60 درجة مئوية. فكرة وصول الكويت ان في بداية موسم الشتاء لسقوط جليد بشكل كثيف تسبب في اغلاق بعض الطرقات، دي بتنم او بتبين ان في تغيرات مناخية قوية جدا حاصلة في العالم بشكل عام. خلونا نشوف مع بعض الفيديو من الكويت، بعد كده هنعقب عليه ونشوف رأي خبراء الارصاد والطقس في الموضوع ده ايه. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. الآن موجهين صوب أم الهيمان، ما شاء الله تبارك الرحمن. البردي، اللهم بارك، لا إله اللهم بارك، لا إله إلا الله. وكان رأي خبراء الأرصاد إن اللي بيحدث في الكويت ليس له علاقة أبدا بما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعيد كل البعد عن إعصار القنبلة الجاري الآن أو الذي يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان تعقيبهم أو كان رأي خبراء الأرصاد إن سقوط الجليد في الكويت كان بسبب التقلبات الجوية والأمطار، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي مسحوب بكتلة هوائية دافئة ورطبة، تزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وده اللي بدوره تسبب في سقوط كمية كبيرة من الأمطار وكمية من الجليد، ولكنها ليست عاصفة أو إعصار.